السلام عليكم. النهاردة احنا مش هنحكي عن تاريخ بس، احنا هنحكي عن حلم كبير بشرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. بطل عظيم بقى نعم الأمير اللي الرسول وصفه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. صدقت يا رسول الله. قبل أي حاجة صلوا على النبي ويلا نبدأ. بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح المدينة اللي كانت مستعصية على كل الجيوش، ووصف الأمير والجيش اللي هيفتحوها بأحسن الصفات. محاولات كتيرة فشلت لحد ما جه شاب عنده 21 سنة بس، متربى على علم الإيمان والطموح، اسمه محمد ابن مراد، اللي التاريخ عرفه باسم محمد الفاتح، واللي اتأكد بعد فتحه للقسطنطينية إنه صاحب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب المكانة العظيمة عند ربنا عز وجل. ومن يوم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الخلفاء والقادة المسلمين كان نفسهم يكونوا هما الأمير والجيش دول، وحاولوا كتير يفتحوها بس الحصون بتاعتها كانت قوية جدا. محمد بن مراد أو السلطان الفاتح اتولد سنة 1432 ميلاديا في مدينة اسمها أدرنة، ودي كانت عاصمة الدولة العثمانية وقتها. تربيته كانت مختلفة عن تربية أي أمير تاني، كانت عبارة عن خلطة غريبة بين العلم والدين والسياسة. من صغره أبوه جابله أحسن المدرسين والعلماء. محمد ما كانش بس بيتعلم قراية وكتابة، لأ، ده اتعلم لغات كتير زي العربي واليوناني والفارسي، وكان بيحب القراية جدا، خصوصا كتب التاريخ والجغرافيا والرياضة. كان في شيخ جليل اسمه آق شمس الدين، الشيخ ده كان ليه دور كبير قوي في حياة محمد. كان دايما بيفكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية، وازاي اللي هيفتحها ده هيكون نعم الأمير ونعم الجيش. الكلمات دي دخلت جوه قلب محمد الفاتح وهو لسه عيل صغير، وخلت الحلم هو أكبر طموح في حياته. رغم إنه كان مثقف ومتعلم، لكن كان بيعشق الشغل العسكري. كان بيدرس خطط الحروب وبيشوف ازاي القادة الكبار زي الإسكندر الأكبر وصلاح الدين الأيوبي كانوا بيحاربوا، وكان بيفكر كجنرال وهو لسه مراهق. محمد مسك الحكم لأول مرة وهو عنده 12 سنة بس، لما أبوه السلطان مراد التاني اتنازل عن العرش لفترة، ودي كانت تجربة سريعة ورجع أبوه تاني للحكم بعدها. لكن التجربة دي خلته يشوف الدنيا من منظور السلطان مش بس الأمير المدلل. كانت موجهة لحاجة واحدة بس: إزاي يفتح المدينة المستعصية على المسلمين بقالها قرون.